جوليا، أنا الحمد لله. نمت منيح؟ وعلي شلونه؟ مرحبا جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تضلوا بالف خير. اليوم رح نتعشى انا والاولاد ورح يروحوا مع علا لحتى يناموا معها ببيت الست العجوز لانه بكره جوزي رح يعمل عمليه لعينه، الله يحميه يا رب. ابوه لنتالي وجوليا وعلي رح يروح بكره ويعمل عمليه بالمستشفى، فحابه انتم تكونوا معنا كمان مشان تدعوا له الله يطلعه بالسلامه. خليكم معنا لتشوفوا شلون يومنا رح يكون. طبعا انا هون عملت لهم عشاء عوزي، شايفين ما اطيبه بيشهي القلب، ومعه لبن بخيار. هلا رح ياكلوا ويتعشوا وبدهم يروحوا مع علا مشان يناموا عند الست العجوز، لانه انا بدي اطلع من البيت بكير بكير. يلا يا ماما صار الاكل كلوا. اوكي. انا عايزة بكره. تقبريني، لا تزعلي يا ماما، بكره ابوكي ما فيش ان شاء الله عمليه بسيطه وبيطلع منها بخير وسلامه، وانتوا رح تضلوا مع علا فكلوا وتهنوا بهالأوزي، وهي علوقه دايما معكم، مو هيك؟ صح. اوكي؟ اوكي. بس قولي للست العجوز تطعمينا. خلص شربوها منوم، خلوها نايمه وانتوا كلوا لحالكم، ايه؟ اوه بتشهي القلب. ماما أنا صادة نفسي، حاسة حالي مو قادرة آكل الأوزي تبعي، بس اللبن هيك شوي عم بشربه لأنه خايف كتير على بابا، رح أشتاق له أنا بكرة. باي بابا. باي حبيبتي، مشتاقكم. أنا كمان. شوفك بعد يومين إن شاء الله بتصير أحسن. ان شاء الله يا حبيبتي. هيك ونسيكم. Take care of yourself. علي؟ يلا. رح أشتاق لك كتير يا بابا، حاسس حالي رح أبكي، بس رح أضل أدعي لك لحتى تطلع بكرة بالسلامة. بحبك أنا. باي بابا. باي باي بوسه باي. صباح الخير جايز، فايقين مش الصبح ولسه الشمس ما طلعت، ورايحة هلا أنا وجوزي على المستشفى. بندعي له ولأبو علي إنه يكون بألف خير وصحة وسلامة. بشوفكم بالمستشفى. وهيك طلبنا تاكسي وطلعنا أنا وأبو علي الإيد بالإيد رايحين على المستشفى سوا، وطول الوقت عم ندعي ونقول يا رب أبو علي يطلع بخير وسلامة إن شاء الله. جاهز أبو علي؟ ايه أنا وياك سوا طول الوقت، يلا. وهيك وصلنا على المستشفى على قسم العين وقسم الجراحة. وقت اللي فتنا طبعا أنا حابة لكم إنه هي المشفى مشفى عامة. أبو علي قلبي معك يا قلبي، حاسة حالي أنا بدي أعمل عملية مو أبو علي. الله يشفيك ويعافيك يا رب. وبعد ما عملنا تشيك إن بعتوا أبو علي على غرفته. حلوة غرفتك. شكرا. شو بتحب أقدم لك فطور قبل ما تبلش العملية؟ ممنوع الأكل. استرجي اكل. ممنوع الأكل ممنوع الشرب. نشوف بس الحمام. الحمام مثل ما لكم شايفين كتير نظيف، وكمان في دوش إذا الواحد حابب ياخد دوش قبل العملية. يلا good luck حبيبي. شو اخبارك جوليا؟ أنا الحمد لله. نمت منيح؟ وعلي شلونه؟ مرحبا ماما. مرحبتين. اهلين جوليا، اهلين نتالي. هيا علي، مرحبا علي. أهلين بابا، منيح يلي حكيتنا قبل ما تفوت على العملية لحتى أقول لك إني أنا كتير 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 بحبك، وإن شاء الله تطلع بالسلامة. أنا ونتالي وجوليا امبارح صلينا ودعينا لك كتير يا بابا، وإن شاء الله هيك أنت بتطلع بالسلامة من هون رح نرجع على بيتنا من هون، لأنه اشتقنا لبيتنا واشتقنا لك. بما انه الي من الصبح مالي فاتورة فاشتريت قهوة واشتريت كروسات من هذا المحل.
قلبي كثير غيريان على اولادي وماني عرفانه شنو بدي اكل بدونه. بس هذا الفطور لإلي وهلا صارت الساعة 1. جايز العملية اللي حيعملوها لزوجي بعينه اليمين، وقالوا لي لسه بده ساعتين ليطلع، وانا كثير قلقانة على الاولاد مبسوطة اني عم بحاكيكم وعم قلكم، بس كثير قلقانة على نتالي وجوليا وعلي. يا ترى شو عم يعملوا؟ عولا دايرة بالها عليهم او لا؟ وهيك يوم طويل ان شاء الله يخلص بخير وسلامة. ليش زعلانة نتالي؟ بابا فضل عملية، شو عساوي وابوي؟ ادعي له يا روحي، ادعي له انه يقوم بالسلامة. تعالي نروح انا وياكي وجوليا وعلي على البارك. اوكي. نتمشى نحن الثلاثة. حاكم هي جد العجوز موتتنا من الجوع وما كانت تطعمينا. ايه انا جوعانة كثير. نطلع ناكل برا؟ قديش معك مصاري؟ ما عندي شيء. انا معي شوي. ايه يمكن. امشي نروح ناكل فيهم. يلا يا روحي. ليش زعلانين؟ لانه كمان خايفين على بابا. لا ان شاء الله هو بخير باذن الله. بدكم اخذكم مشوار؟ ايه. تروحوا نغير جو نحن الاربعه؟ ايه. طيب يلا امشوا يلا. ايه خديني على الحديقة غير جو، يلا. هالمنظر شو حلو من المستشفى. جبت له لزوجي تفاح لانه قالوا لازم اول ما يطلع ياكل تفاحة او ياكل يعني قطعة فواكه، ما يكون شي ثقيل. شوفوا المنظر شو حلو. ياخذ لها كمان جبت له قهوة مشان يصحصح. ان شاء الله يا رب يكون طلع بالسلامة. عم تلعبوا؟ فورورد. علي انت الاول. You are the guide of the group. جوليا اصحي توعي. طلعوني بدالكم. يلا انزلوا. شو بتقولوا؟ طلع ولا لسه؟ وصلنا على الغرفة. ابو علي لسه ابو علي ما اجا. يلا ان شاء الله هلا بيجي. يا رب يكون بخير وسلامة يا ابو علي. والله غلي قلبي. ابو علي تاخر لهلا وما طلع من العمليات، وكل ما بقول لهم ليش لهلا بيقولوا لي لسه بده وقت لسه بده وقت، وهي صار معي اكثر من ساعتين. يا ربي خير. وهذا اللي وين بدنا نروح هلا؟ لازم نروح لعند السوبر ماركت حتى نجيب لنا ريشي، لانه جدي العجوز راح نطعمينا. أنا عندي فكرة، امشوا نروح نشتري أغراض الأكل مشان نطبخ ونبعت لبابا أكل بس يطلع من العملية، لأنه بابا بس يطلع من العملية بده يكون كتير جوعان، إله من الصبح مو آكل ولا لقمة. يلا جايز. ما رح يخلصوا مصاري ما عاد معي. أنا عندي مصاري. أنتِ ناتالي؟ ما عندي مصاري. قديش معك؟ 5 باوند. بس؟ إيه. بس 5 باوند؟ إيه شو ساوي؟ علي أنت معك مصاري؟ مصاري تركتهم بالبيت مو عارفة. حبيبي شو شاطر. طب يلا تعالوا نشوف شو بنقدر نشتري بهال5 باوند اللي مع جوليا. اوكي. شو بدنا ناخذ؟ امشوا وراي لإلكم، رح اشتري أغراض السلطة وشوية فواكه ورز مشان تطبخي لنا علا كبسة. ايه؟ شغل الرجال ما أصعبه يا جايز. تعبت وأنا عم جر هالعرباية وامشي بالسوبر ماركت. على كل حال اتصلت ماما الحمد لله وطمنتنا إنه بابا طلع من العمليات. هي نحن كتير فرحنا وجبنا له بردقان مشان هو يصحصح أول ما بيطلع من العملية. بس احذروا شو جايز، قال علا إنه هي بتعرف تطبخ رز من اللي عند الست العجوز، والست العجوز كمان عندها أغراض السلطة، هونيك كمان رح يطبخوا سلطة. نحن بس اشترينا قريفون بالمصاري اللي كانوا مع جوليا، لأنه جوليا ما معها غير 5 باوند وكلياتنا منفقين وما معنا مصاري. المهم لازم نحن نعتمد على حالنا ونطبخ كمان ونساعد، مو هيك يا جايز؟ وقت الشدة لازم تكون العيلة كلياتها ايد واحدة. ده كان. يلا ناتالي ادفعي الله يرضى عليكي لحتى نطلع من السوبر ماركت. اشترينا جريب فروت وكمان اشترينا وافلز. رح نطعمي السيدة العجوز منهم؟ لا بس سألنا؟ ايه. يلا جوليا هابي؟ يلا جايز. علي شو عم تعمل؟ اتركيني فرحان، بابا طلع من العملية بخير وسلامة، وهلا انتوا رح تطبخوا له الأكلات وتاخذوا له اياهم.
أهلين وسهلين. لك ليش معذبين حالكم؟ وين شكرا ماما. ليش وين تركتوا علي؟ عند سيد العجوز. تركتوا علي وجوليا؟ يا عمري أنا. يا خيتي أنا، يا خيتي يا خيتي. لكن شو جد العجوز طبخت لك؟ لك شو هالجدة العجوز؟ والله أتارية هالجدة العجوز غير شكل، عملت لنا أكل بشكل يسلموا إيديها. وتركتوا جوليا وعلي هني؟ ايه طيب يلا يسلموا إيديك ولا ناكل. بتعرفي إلي من الصبح بلا أكل، أكلت بس كروسانة وكاسة شوكولات. الحمد لله صار أبوكي منيح. بكرة علي وجوليا بيجوا بيشوفوا. يا علي اشتقت لك يا حبيبي. مين إجا؟ يا بابا. يا الله يا جايز قديش اشتقنا له لبابا. الحمد لله يلي طلع بخير وسلامة، بس لساته عينه عم تجعه. شكرا يا حبيبي. جبت لك جهاز التلفزيون يا بابا مشان تتسلى. ولا تذكرت انه انت كمان لازم ترتاح، ما لازم تتفرج على التلفزيون. شو رايك اقرا لك قصه؟ يلا رح اقعد بحضنك واقرا لك قصه. كمان جوليا جايز بتهتم كتير ببابا، كل شوي تعمل له كاسة هوت شوكليت. استنوا ايديك. تفضل بابا. شكرا يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. عفوا. نياله بابا كلياتنا عم ندلله، شهان يصير مريض. لك حتى خالتي علا كل يوم بتيجي بتجيب له اكلات طيبه وبتقول له لازم تاكل هي الموزه ولازم تاكل هي البردقانه، واخواتي كمان بدللوه وانا كمان بدلله وبحبه كتير. اما ماما فكل يوم عم تطبخ له اكله على كل درس ولون، المهم انه هو يطيب ويرجع مثل الاول. بتكون الصراحة جاي عبالي امراض وخلي الكل يدللني، يعني بس بابا يمرض وانا كمان.